رسالة إلى فوزي الأقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. بعدما وقع وبعدما رآه الجميع حقيقة لم يعد الأمر مجرد خلاف رياضي عابر، بل أكثر من ذلك بكثير. ومن هنا أقولها باسم نيابة عن المغاربة: إذا كانت لكم غيرة حقيقية على المنتخب المغربي، وإذا كانت لكم غيرة صادقة على كرة القدم المغربية عموما، المطلوب اليوم ليس امتصاص الغضب، بل الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الرياضية الدولية. إنه لا يعقل ولا يقبل قانونا ولا منطقا يوقف فريق المباراة لكرة القدم بدعوى تعرضه للظلم ويغادر أرضية الملعب، ثم يعود ويكمل اللقاء ويتوج بالكأس، وبعد ذلك توزع العقوبات على الطرفين وكأنما حدث تفصيل عابر. المفارقة أن مدرب السنغال الذي حرض لاعبيه على الانسحاب من الملعب في النهائي غرم بغرامة مماثلة لما فعله الصباري. القانون واضح، ومن يحتج بالظلم لا يكافأ بالألقاب. إذا كانت السنغال قد هزمت المغرب في الملعب فذلك لا يحترم، لأن ذلك الانتصار لم يكن انتصارا رياضيا خالصا، فلا يجوز أن يهزم مرة ثانية بالقلم أيضا. سكوتكم ليس حكمة، والتأجيل ليس حلا، وحتى الطعن ليس تصعيدا، بل دفاع عن حق وعن صورة كرة القدم الإفريقية قبل المغربية يا فوزي الأقجع.